السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ناس كتير طلبت مني ان انا اجمع جميع اختصارات الوورد في فيديو واحد. النهارده جمعت لكم بعض الاختصارات اللي هنشاركها في الفيديو. يلا بينا نبدا. واول اختصار معانا هو 1F4F5 Alt X. زي ما احنا شايفين هيعمل معانا العلامه اللي احنا شفناها دي زي ما احنا شايفين قدامنا. 2706 Alt X هيعمل معانا العلامه دي. 2709 هيعمل معانا علامة الجيميل. 2708 Alt X علامة الطيارة. هنعمل بقى ايه 12/8 هيعمل معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده. 2740 Alt X هيعمل معانا الشكل ده. 2741 هيعمل معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا كل الاختصارات هتبقى معاها Alt X، في بعض النسخ بيشتغل معاها Alt C. هنيجي بقى نعمل 42 Alt X زي ما احنا شايفين. 43 Alt X. 2745 زي ما احنا شايفين. 2746 Alt X زي ما احنا شايفين قدامنا. 2611 Alt X. 2612 هيعمل معانا الشكل ده. F2 Alt X هيعمل معانا كلمة الله زي ما احنا شايفين قدامنا. هنعمل بقى FDFA Alt X صلى الله عليه وسلم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. المرحلة الجاية بقى هنختار زي ما احنا شايفين قدامنا الالت. لو ضغطنا على الت زي ما احنا شايفين قدامنا كده، بس طبعا ما ننساش ان احنا نغير اللغة، نغير العربي، وبعد كده نضغط على الالت 0141 ونشيل ايدينا هيعمل معانا حرف الجيم. وبعد كده الت تاني 0129 ونرفع ايدينا هيعمل معانا حرف الب. بعد كده نضغط على الت ونكتب 1716 هيعمل معانا حرف الكاف. بعد كده الت 0142 ونرفع ايدينا هيعمل معانا الحرف اللي احنا شايفينه ده. بعد كده الاختصارات اللي بعد كده هنيجي ان احنا نغير اللغة زي ما احنا شايفين كده. نيجي هنا فوق ونختار اللغة اللي احنا شايفينها دي. اختار ايه GA زي ما احنا شايفين. نختار الفونت بتاع الخط اللي موجود ده. وبعد كده هنيجي نضغط رقم 7 هيعمل معانا رجب زي ما احنا شايفين قدامنا. نكبر خط شوية. وبعد كده نيجي نضغط 8 شعبان. نضغط على 9 مثلا رمضان. نضغط 0 شوال زي ما احنا شايفين قدامنا، وهكذا. اختصار اللي بعد كده لو جينا عملنا علامة الناقص زي ما احنا شايفين هيعمل لك ذو القاعدة. علامة مثلا البلاس بالشكل ده هيعمل لك ذو الحجة زي ما احنا شايفين قدامنا. نرجع بقى للغة بتاعتنا العادي جدا زي ما احنا شايفين، ونيجي بقى هنا ان احنا نعمل علامة الناقص 3 مرات ونضغط انتر هيعمل معانا خط. ولو جينا عملنا علامة يساوي 3 مرات وضغطنا انتر هيعمل خطين فوق بعض. اما بقى لو جيت عملت اندر سكور بالشكل ده 3 مرات وضغطت انتر هيعمل لك خط سميك زي ما احنا شايفين قدامنا.